شحال من حاجة في حياتك درتيها غير حيت خفتي من كلام الناس، وشحال من حلم وفكرة وطموح دفنتيهم بيديك غير حيت خفتي من لسان البشر. في هاد الجلسة النفسية غنهضروا على أكبر مصيدة كنطيحوا فيها كاملين، وكيفاش كلام الناس كيسرق لينا راحتنا النفسية وعمرنا بلا ما نحسو. المشكل ماشي هو نحترموا المجتمع والتقاليد، هذه تربية وأخلاق. المشكل هو ملي كيولي الخوف من كلام الناس مرض ومتحكم في كاع القرارات ديالنا. كنقراو داكشي اللي بغاو هما، كنزوجو بالطريقة اللي كتعجبهم هما، وكنلبسو ونتصرفو غير باش نرضيو المظاهر. وفي الاخر هاد الناس اللي عطيناهم حياتنا باش يرضاو هما اول ناس كينساونا فاش كنطيحو. باش تخرجي من هاد المصيدة خدي معايا هاد 3 الخطوات. اولا ديري في بالك باللي رضا الناس غاية لا تدرك، كيف ما درتي غيهضروا. ثانيا رسمي حدود لراحتك النفسية، حياتك وقراراتك كيهموك انتي بوحدك حيت انتي اللي كتخلصي الثمن في الاخر. ثالثا تعلمي تقولي لا الحاجات اللي كتجي على حساب صحتك النفسية. حياتك غالية بزاف باش تعيشيها على حساب سيناريو كاتبينو ناس اخرين. عزي نفسك وعيشي بالطريقة اللي كترضي الله وترضيك انتي اولا. شاركوني في التعليقات واش عمر كلام الناس وقف في طريق حلم من احلامكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تكبر عائلتنا في جلسة نفسية.